والله رسالتي للجمهور المصري قبل الجمهور المغربي، يا جماعة المغاربة بيحبونا بس مش هيحبونا اكتر من نفسنا، واحنا بنحبهم مش هنحبهم اكتر من نفسنا. تمام؟ المغاربة شجعونا في اول البطولة لان احنا ما كناش مرشحين للبطولة، لكن لما بدأنا نخش في البطولة وبدأنا نعمل مباراة وبدأنا نوصل قبل نهائي وكنا خطر على تحقيق حلمهم، لان هم بكل سهولة وبكل صراحة هم عارفين ان هم لو قابلونا هيبقى ماتش صعب بالنسبة لهم وهم عاوزين يحققوا البطولة، فطبيعي ان هو هيقف مع اي حد غيرك، هو مش عاوز يقابلك. دي حقيقة لازم هم يعترفوا بيها واحنا معترفين بيها، هم مش عاوزين يقابلونا من بعد اللي حصل في 2017 وبعد اللي حصل في 2021، هم مش عاوزين يقابلونا في اي ادوار اقصائية في افريقيا. هم فريق كويس جدا، فريق محترم جدا عالميا، لكن في افريقيا وضعهم مش مستقر قوي. فطبعا هو مش هيحبك اكتر من نفسه، فهو بيشجع الفريق اللي ضدك عشان هو مش عاوز يقابلك، وانا شايف ان دي نتيجة طبيعية ودي حاجة يعني منطقية. انت يعني مش هتشجع الفريق اللي هيكسبك او مش هتشجع الفريق اللي هيعمل خطر على تحقيق حلمك، فنتيجة طبيعي ان هم يشجعوك. انت لو في مكانهم مش هتشجع المغرب برضه عشان المغرب ما توصلش معاك الفاينل وممكن تضيع منك البطولة. فاحنا ما نحطش الشماعة بتاعتنا ان احنا ما قدرناش نوصل للنهائي عشان الجمهور ما كانش بيشجعنا. احنا بطولة 98 واخدينها من بوركينا فاسو وكنا بنلعب بوركينا فاسو في قبل النهائي، عاوز تقنعني ان بتوع بوركينا فاسو كانوا بيشجعونا في النهائي؟ اكيد لا. اخدت البطوله الثانيه برضو 2008 من افريقيا، واخدت 2010 برضو من افريقيا، ما كانتش على ارضنا. فبالتالي قصه الجمهور يعني هي مؤثره ولكن مش 100% من التاثير سبب الخروج. احنا عندنا مشاكل داخليه، مشاكل في المنظومه كلها لازم احنا نحاول نحلها. فبلاش ان احنا نحط او نعلق الشماعه ان الجمهور او مش الجمهور، يعني مش هنرد على صحفي مغربي مش فاهم حاجه ومش يعني عاوزين الامور ايه تبقى هاديه. رسالتي بقى للجمهور المغربي في الوقت اللي احنا فعلا اشتكينا من التنقلات واشتكينا من الاقامه، ومش ان احنا بنشكك في امكانياتكم او بنقول ان انتم ما عندكوش امكانيات، لا بالعكس، احنا منتظرين ان مصر او المغرب، يعني المغرب لو ضيف على مصر هو مش ضيف بس، هو ضيف واخ، فبيتعامل معامله مميزه. كذلك مصر لما جت المغرب المفروض ان هي ضيف على المغرب واخ برضه للمغرب، فان هي تقعد في افضل فنادق، تتنقل في افضل الانتقالات، تستريح وبتاع، وده اللي احنا بنلوم، مش زعلانين، احنا بنلوم عليكم فيه. لكن على الرغم من كده الاتحاد المصري برضو طلع ببيان وشكر المغرب وسلطات المغرب ورئيس الاتحاد المغربي وتنظيم البطوله رائع وبتاع. في نفس الوقت بقى فريق السنغال اللي انتوا شجعتوه، على فكره انتوا شجعتوه لمصلحتكم الخاصه مش كرها في مصر برضو عشان الناس تبقى واضحه يعني او المعلومه واضحه، طلع بيان النهارده ان هو بيشكك في البطوله وان البطوله ما فيش فيها امن وان الجمهور مش عارف بيتعرض للعيبه وان التذاكر ما احناش عارفين نلاقيها وان الاقامه مش موجوده. تخيل، معلش مع اختلاف يعني وجهات النظر، فريق افريقي من ادغال افريقيا يعترض على الاقامه في المغرب، البلد المحترمه، البلد الكويسه، البلد اللي بقى لها حضاره، فدي طبعا حاجه مش مقبوله. ولازم برضو بتوع المغرب يراجعوا نفسهم في القصه دي. ازاي فريق في افريقيا اللي هم لا يمتلكوا فنادق ولا يمتلكوا ملاعب ولا يمتلكوا اي حاجه يعترضوا على الاقامه ويعترضوا على الحاجات دي؟ فاكيد في خلل برضو في دوله المغرب المفروض ان هم يصلحوه. القصه كلها يا جماعه هي كره قدم، هي كره قدم. احنا غلبنا، كان ممكن نصعد نهائي بيننا وبين ان هي مثلا 10 دقايق كنا ندخل اكسترا تايم وممكن ضربات جزاء وممكن نكسب. هم نفسهم لعبوا نيجيريا كان ممكن يخسروا النهائي، بكره ممكن يكسبوا ممكن يخسروا. ما فيش حد هيكسب البطوله بالصدفه، اللي هيكسب البطوله يستحقها عن جداره عشان تبقى الناس ما يعني. والفرق الاربعه اللي وصلوا السيمي فاينل او قبل النهائي وصلوا عن جداره، ما حدش يقدر يشكك. والسنغال كسبت عن جداره، والمغرب كسبت نيجيريا عن جداره، ولو المغرب كسبت هتكسب برضو عن جداره، ولو خسرت هتخسر برضو عن جداره. احنا نتمنى لهم التوفيق ونتمنى للمغرب انها تفوز بالبطوله الثانيه، لكن القصه كلها ان احنا مش عاوزين الامور تتأزم وتعدي اكتر من ان هو مباراه كره قدم. حتى احنا ما تقابلناش معاهم واحنا ما تقابلناش مع المغرب، فلازم الامور تهدى شويه. المغرب شجعتنا لان احنا ما كناش خطر على تحقيق حلمهم المشروع بالفوز بالبطوله، وبعد كده لما احنا ابتدينا نصعد بقينا خطر على تحقيق حلمهم. وده منطقي جدا انه ما يشجعكش او ما يتمنالكش ان انت توصل معاه لاقصى الادوار او للنهائي، لان انت هتبقى خطر على تحقيق حلمه، وده انا شايفه منطقي. اللي مش منطقي ان احنا كمصريين نعلق فشلنا، مش فشلنا، نعلق عدم صعودنا للنهائي على قصة ان الجمهور ما كانش معنا. لا، احنا عندنا مشاكل داخلية
عندنا مشاكل كتير جدا، القاسي والداني عارفها يعني. فبلاش نختزل المشكله كلها في موضوع الجمهور. هو بيحبك بس مش هيحبك اكتر من نفسه، وانا بحبه مش هحبه اكتر من نفسي. لو البطوله في مصر هتمنى ان انا ما اقابلوش في النهائي، هتمنى اقابل نيجيريا، هتمنى اقابل السنغال برضو تاني، هتمنى اقابل الكاميرون، لكن ما اقابلوش هو. فاهمني؟ فهي القصه كده. واحنا يعني احنا على الرغم من كل اللي بيحصل، البيان اللي طالع من اتحاد الكره المصري بيان محترم، طالع بيشيد بالتنظيم، بيشيد بكل حاجه موجوده في المغرب، على الرغم ان في بعض الملاحظات. ولكن انا لما بعمل ملاحظه على فريق المغرب، لان انا رايح للمغرب ضيف واخ، مش ضيف بس، انا ضيف واخ، فالمفروض ان انا اتعامل معامله افضل من الدول الثانيه، لان الدول الثانيه ضيوف، لكن انا اخوك. وانت كذلك لما تجيني مصر بتتعامل ضيف واخ، فبتسكن في احسن فنادق، بيبقى لك راحه تامه. ده واجب يعني، واجبنا احنا تجاهك ان احنا نعمل كده. النهارده الاتحاد السنغالي طالع في بيان كارثي، بيشكك في كل حاجه في المغرب، في اقامه، في امن، في تذاكر الجمهور. ده الفرق بين مصر وبين السنغال. وانا راجل يعني مقتنع ان انت شجعت السنغال لمصلحتك الخاصه او مصلحتك الشخصيه، مش كرها في مصر. وطبعا بنتمنى التوفيق لفريق المغرب. وبرضه اللي هيفوز بالبطوله دي مش هيفوز صدفه، اللي هيفوز بالبطوله دي هيفوز بالاداء، وهيكون يستحق ان هو يفوز بالبطوله دي.